أزمة كبيرة في سوق الموبايلات العالمي، والسبب كبير إن جميع الشركات علت أسعار الموبايلات بتاعتها، وهو ده اللي أنا هقوله لك وهشرح لك السبب بتاعه في الفيديو ده. يلا عشان ما أطولش عليك تعالى. أزمة كبيرة في السوق العالمي، وأسعار الموبايلات والشركات علت أسعارها جدا فوق ما أنت تتخيل، ودي لعدة أسباب أهمهم زيادة الشغل بالذكاء الاصطناعي وتكلفته العالية. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، عندك بقت في أزمة كبيرة في تصنيع الشرايح الخاصة بالرام، الذاكرة الداخلية العشوائية للموبايل بتاعك والكمبيوتر بتاعك، ونفس الأزمة بقت تمر عليك في الذاكرة الداخلية الثابتة اللي هي الهارد. تاني أزمة معاك يا صديقي الا وهي الحروب اللي انت شغال فيها دلوقتي، ودي تكلفه عاليه جدا على العالم كله، ودول هي اللي مسؤوله عن تصنيع الشيبات اللي احنا لسه متكلمين عليها دي، داخله الحرب لا اما علني لا اما من تحت لتحت وانت مش واخد بالك يا صديقي. فانا مش عايزك تتخض لما تلاقي اسعار الموبايلات العاليه. يعني مثلا لو انت متخيل ان الايفون الجديد مثلا ال 18 برو والبرو ماكس اللي هو المفروض ينزل من 1100 دولار مثلا يا صديقي، هو هيبدا معاك ستارت اب من 1200 دولار، ده لو مش 1300 دولار. كمان الفولد الجديد اللي هينزل من ابل هينزل الستارت اب من اول فئه فيه مش اقل من 2200 دولار او 2300 دولار، وده احنا شفناه من شركه سامسونج لما نزلت الفولد 8 اللي هو الصغير، والفولد 8 الالترا الكبير. لما الفولد 8 الصغير اتسعر ب 1300 دولار، والفولد 8 الترا الكبير اتسعر ب 2200 دولار تقريبا. حتى الفليب نازل السنه دي ب 1100 دولار، يعني بسعر 17 برو ماكس لما نازل. كمان ممكن يكون سبب كبير لعلو الاسعار نومه السوق. انا مش عارف انت هتفهم دي وهتصدقها اصلا ولا لا. يعني الشركات الكبرى لما يبقى السوق عندها مريح شويه بتنزل لك ميزه جديده مثلا بالذكاء الاصطناعي او ميزه جديده في التليفون بتاعها، ويجي مره واحده كده يا صديقي يقول لك الميزه دي كذا كذا كذا، وتبتدي البروباجندا تشتغل عليها، وبعد كده يروح مديك سعر عالي عشان خاطر تشتري. نومه السوق هي اللي بتعلي السعر مع الشركات الكبرى، يعني هي ماشيه عكس حركه او عكس عجله السوق. يعني نومه السوق بالنسبه لهم ان الموبايلات بقت قريبه من بعض، الامكانيات بقت قريبه من بعض. حتى الشركات اللي بتنزل الموديل لو انت ركزت كده هتلاقي ال 15 برو ماكس قريب من ال 16 برو ماكس، ال 17 برو ماكس قريب جدا من ال 16 برو ماكس، فرق بسيط وطفيف. بل بالعكس ده في ناس حست ان مفيش وجه اختلاف بين الموبايلين. فكون ان انت الموديلات القديمه بتقرب نفس الامكانيات من الموديلات الجديده، ده في حد ذاته بينيم السوق. فلازم ابتكارات جديده، فلازم ادام ابتكاره جديده تكلفه اعلى، كوست اعلى، فيبتدي سعر الموبايل يعلى. تابعني يا صديقي لو انت اول مره تشوفني، احنا بنعمل فيديوهات مقارنات بين الموبايلات وبين حاجات التكنولوجيا في العالم. تابعني على الفيسبوك بيج احمد_تربو. لو انت حابب تستفسر عن المبيعات الخدمات اللي احنا بنقدمها هتلاقيها على الصفحه على الفيسبوك موبايل تربو اللي ظهرت قدامك، وهسيب لك اللينك بتاعها في التعليقات او في الديسكريبشن. اي استفسار بالمبيعات، بالشراء، بالبيع، بالاكسسوار، ان شاء الله في خدمات هننزلها الفتره اللي جايه دي هتعجبكم جدا 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 ان شاء الله. استنى رسالك على الانستجرام. اعذرني لو بطول في الرد عليك، ضغط رسائل مش اكتر والله. كان معاك احمد تربو، سلام عليكم.